قرينك معجب فيكي، لا تطلعي على حالك كتير على المراية، لا تلبسي قصير بالبيت، تغطي منيح انتي ونايمة. هاد كان تشخيص لحالتي لما اخذتني ستي بهداك الوقت لما كان عمري 21 سنة عند الشيخة لحتى تعرف شو عم بيصير معي. متخيلين حالة الرعب والوهم يلي عشت فيها هي الفترة؟ متخيلين اني ما كنت اقدر اطلع على حالي على المراية؟ متخيلين اني صرت خاف اني نام؟ متخيلين علاقتي بجوزي كيف كانت؟ حس حالي مراقبة كل الوقت، مشغلة سورة البقرة كل الوقت. شلل النوم أو الجاثوم أو الروبصة هي حالة بتجي لكتير من العالم، ما بيعرفوا شو عم بيصير معهم، بيكونوا نايمين بيجي بدهم يفيقوا ما بيقدروا يفيقوا، جسمهم بحالة شلل كامل، دماغهم شغال، عم بيحسوا بكل شي حواليهم، يمكن حاسين عيونهم مفتحة بس هن نايمين بحالة سبات تام، عم بيصرخوا، عم بيعيطوا، مرعوبين، خايفين. يلي عم بتصير معه هاي الحالة أو صارت معه ما له فهمان شو عم بيصير وليش هيك صار، الوضع جدا طبيعي. ما في أي خوف، لا تسألوا حدا، حتى إذا بدكم اقروا عن الموضوع أكتر طبعا ما في مانع. اتبعي هاي الطريقة الوحيدة بس لأني أنا جربتها وعن جد استفدت منها. انتي نايمة، جسمك بحالة سبات، ما بدك قدرانة تتحركي، خايفة، بتبلشي ترتعبي إنه ليش ما حدا عم بيحس فيني، أنا هون اسمعوني. تهدي لانك انت حاسه بكل شيء اوريدي. تطلعي على اليمين، طبعا انت بالحقيقه ما عم تطلعي على اي جهه بس انت ونايمه، دماغك شغال، فانت بدك تعطي اوردر للدماغ ترتبي له افكاره لحتى يرجع يصحى، تعملي له شوك من اول وجديد. تطلعي على اليمين بتعدي للخمسه باللغه اللي بدك اياها، ترجع تطلعي على اليسار بتعدي للخمسه، ما حتوصلي للخمسه غير تلاقي حالك فايقه ومرتاحه وما صاير عليكي شيء وفايقه، مالك مرعوبه طب يا ام اللول احكي لنا ليش هذا اللي اسمه شلل النوم عم بيصير معنا؟ والله علمي علمكم مثل ما صار معي بيصير مع كتير عالم وهذا الشيء جدا طبيعي. اقروا اكثر عن الموضوع. اهم اسبابه انه لما بيكون الجسم نايم مو بوقت المتعود عليه، لما بتكونوا تعبانين او عندكم حاله من الارق او الضغط، نفسيا. مثل ما اتفقنا الموضوع ما بيخوف ابدا. كل اللي عليكم تعملوه انه تنظموا نومتكم وتتبعوا الطريقه اللي قلت لكم عليها وقت بدكم تفيقوا، وتلعبوا رياضه دائما وابدا، وتاكلوا اكل صحي اكيد. يا جماعه الرساله اللي حابه اوصلها من خلال هذا الفيديو، لما بصير معكم اي تغيرات صحيه جسديه نفسيه فسيولوجيه، التجؤوا للطب، للمنطق، للعلم. لا تروحوا للشيوخة، مع احترامي لجميع الشيوخة طبعا. لا تخلي حدا يقلك أو يوهمك بشيء أو يتنبأ بشيء أساسا هو من علم الغيب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو يلي أنا نفسي ما بعرف حخليه حأمسحه، بس بناء على طلب كذا صبية عم بيعانوا من نفس الموضوع أنا نزلته، وإن شاء الله بس هيك يكون قدرت فيدكم أو وصل الرسالة بالطريقة الصحيحة. ونهاركم سعيد يا رب.